السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من مامي كرافتس. فيديو النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض المفرش الجميل ده. إن شاء الله بطلونه سهل وبسيط جدا، سريع، مش بياخد وقت خالص، يعني هتخلصوه على طول بإذن الله. وكمان نقدر نتحكم في الحجم والمقاس بتاعه حسب سمك الخيط ومقاس الإبرة اللي هنستخدمها، وإن شاء الله برضه هوضح لكم الموضوع ده. فيلا بسم الله على طول نبدأ ونشوف هنشتغل ازاي. هستخدم خيط أليس ديفا وهستخدم معاه إبرة مقاس 2.5. الأليس ديفا من أفضل الخيوط اللي ممكن نستخدمها في المفارش عموما. الفتلة بتاعته بتبقى رفيعة، كمان بتبقى مبرومة كويس، بقى نتيجته حلوة قوي في المفارش، كمان ألوانه كتير جدا جدا وكلها أحلى من بعض. يعني بنقدر نختار أي لون براحتنا عادي، ومتوفر وموجود في معظم الأماكن. هنبدأ أول حاجة بعقدة البداية، بعد كده هنشتغل 8 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد ما اشتغلنا كده ال8 سلسلة هنبدأ نخش في السلسلة الأولى ونشتغل منزلقة عشان نقفل ال8 سلاسل مع بعض. وهعتبر ال8 سلاسل دول اللي هما الدايرة السحرية أو الحلقة اللي هبدأ فيها شغل المفرش بتاعي. بعد كده هنرتفع 2 سلسلة، 1 2، وبعد كده هدخل جوه الدايرة أو الحلقة بتاعتي وهشتغل فيها 24 عمود بلفة. 1 2 3 4 22 23 24. اشتغلنا كده جوه الدايرة بتاعتنا او جوه الحلقة بتاعتنا 24 عمود بلفة. هتجاهل اول سلسلتين اشتغلتهم خالص وهدخل في اول عمود بلفة واعمل منزلقة عشان اقفل السطر الاول بتاعي، وده كده بيكون شكل السطر الاول. هنبتدي نرتفع للسطر التاني، هنشتغل 3 سلسلة، 1 2 3 اللي هم معايا هعتبرهم اول عمود بلفة عندي في السطر. هشتغل كمان سلسلة اللي هي هتكون الفراغ بين كل عمود بلفة والعمود بلفة اللي بعده. بعد كده هبدأ ادخل في العمود بلفة اللي عليه الدور او اللي بعده واشتغل فوقه عمود بلفة. بعد كده هشتغل سلسلة وهدخل في العمود بلفة اللي بعده واشتغل عمود بلفة. بعد كده سلسلة وفي العمود بلفة اللي بعده عمود بلفة. هكمل لحد اخر السطر بنفس الطريقة، اللي هو بشتغل فوق كل عمود بلفة عمود بلفة، وبين كل عمود وعمود بشتغل فوقه سلسلة. وصلنا هنا كده لنهاية السطر، ده اخر عمود بلفة اشتغلناه. نشتغل سلسلة واخر عمود بلفة في السطر هنشتغل فوقه عمود بلفة، وبعدين هشتغل سلسلة عشان تبقى هي الفراغ بين العمود بلفة ده والثلاث سلاسل. وبعد كده هدخل في تالت سلسلة واشتغل فيها منزلقة عشان اقفل السطر بتاعي، وده بيكون شكل السطر التاني بعد ما خلصناه. هنبتدي نتنقل للسطر التالت. السطر التالت اول حاجة هنشتغل منزلقة في فراغ السلسلة، اول فراغ من السلسلة دي هشتغل فيه منزلقة عشان بس ادخل اشتغل من جوه الفراغ. تمام. هبدأ ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهعتبرهم اول عمود بلفة عندي في الدور. هشتغل كمان في نفس الفراغ بتاع السلسلة كمان عمود بلفة، يبقى انا كده اشتغلت 2 عمود بلفة. بعد كده هشتغل سلسلة وهدخل برضو في نفس الفراغ اللي اشتغلت فيه العمودين، هدخل واشتغل فيه كمان 2 عمود بلفة. 1 2. يبقى انا كده اشتغلت 2 عمود بلفة سلسلة و2 عمود بلفة.
بعد كده هنسيب الفراغ اللي بعده اللي هو عمودين وبينهم سلسلة، هنسيب الفراغ ده ونخش في الفراغ اللي بعده نشتغل فيه 2 عمود بلفة، 1 2 وبعد كده سلسلة، وبعد كده برضو في نفس الفراغ 2 عمود بلفة. بالشكل ده كده. بعد كده هسيب الفراغ اللي بعده او السلسلة اللي بعدها اللي بين العمودين وهدخل في اللي بعدها واشتغل برضو 2 عمود بلفة، سلسلة و2 عمود بلفة، وهكمل بنفس الطريقة كده لحد اخر السطر. بسيب مجموعة من اللي هي عمود بلفة سلسلة عمود بلفة مش بشتغل فيها، وبشتغل في اللي بعدها 2 عمود بلفة سلسلة 2 عمود بلفة. تمام، يعني دي اللي بعدها على طول هسيبها مش هشتغل فيها، وهدخل في الفراغ اللي بعده هشتغل فيه 2 عمود بلفة، 1 2 وبعد كده سلسلة، وبعد كده 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. هنكمل لاخر السطر بنفس الطريقة. خلصنا كده السطر، وصلنا لاخر مجموعة اشتغلناها. هنبدأ ندخل في تالت سلسلة من السلاسل بتاعة البداية ونقفل بمنزلقة. بعد كده هنتنقل للسطر اللي بعده، فهنشتغل اول حاجة احنا اشتغلنا منزلقة في تالت سلسلة، هنشتغل كمان منزلقة في العمود اللي بعدها، وهدخل في الفراغ كمان واعمل منزلقة علشان اشتغل برضو من جوه الفراغ. هبدأ اشتغل من جوه الفراغ اني هرتفع 3 سلسلة 1 2 3، وهدخل في نفس الفراغ اللي هو السلسلة اللي بين الاتنين عمود بلفة والاتنين عمود بلفة. هبدأ ادخل في الفراغ واشتغل كمان عمود بلفة، وبعد كده هشتغل سلسلة، وهدخل برضو في نفس الفراغ واشتغل كمان 2 عمود بلفة، 1 2. بالشكل ده كده اشتغلت فوق العمود بلفة الاتنين عمود بلفة سلسلة 2 عمود بلفة، اشتغلت فوقيهم 2 عمود بلفة سلسلة 2 عمود بلفة برضو. بعد كده هاجي بين المجموعتين هشتغل سلسلة، وهدخل في المجموعة اللي بعدها برضو اللي هو فراغ السلسلة، هدخل فيه واشتغل 2 عمود بلفة، 1 2 وبعد كده سلسلة وكمان 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، وبعد كده سلسلة، وبعد كده هدخل في الفراغ السلسلة اللي بين العمودين واشتغل فيها 2 عمود بلفة، سلسلة و2 عمود بلفة، بالشكل ده كده. يبقى انا فوق كل مجموعة اللي هي 2 عمود بلفة وسلسلة 2 عمود بلفة بشتغل فوقهم 2 عمود بلفة سلسلة 2 عمود بلفة، وبين كل مجموعتين بشتغل فوقهم سلسلة. تمام، هكمل بنفس الطريقة لحد اخر السطر. وصلنا كده لنهاية السطر، دي اخر مجموعة اشتغلتها. هشتغل بعدها السلسلة وابتدي ادخل في ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي كنت اشتغلتهم في اول السطر، واشتغل فيها منزلقة. بعد كده برضو عايزة اروح للفراغ، هنرتفع للسطر اللي بعده، برضو عايزة اروح للفراغ ده عشان ابدأ فيه شغل، فهشتغل منزلقة في العمود اللي بعده، وهشتغل منزلقة جوه الفراغ، وهبدأ شغل في الفراغ. هرتفع 3 سلسلة 1 2 3، ودول اول عمود بلفة عندي،
هبتدي ادخل في نفس الفراغ واشتغل كمان عمود بلفة. بعد كده هشتغل سلسلة وفي نفس الفراغ كمان 2 عمود بلفة، 1 2 بالشكل ده. بعد كده هشتغل 2 سلسلة، 1 2، وهدخل في فراغ السلسلة اللي انا عملته بين المجموعات في السطر اللي قبله، هدخل فيها واشتغل غرزة حشو. وبعد كده هشتغل 2 سلسلة وهدخل في الفراغ اللي هو بقى السلسلة اللي بين ال4 عواميد اللي في السطر، هدخل فيها واشتغل 2 عمود بلفة، 2، بعد كده سلسلة و2 عمود بلفة في نفس الفراغ. وهبدأ أكرر 2 سلسلة، 1 2، وهدخل في فراغ السلسلة اللي بين المجموعات واشتغل فيها حشو، و2 سلسلة، والفراغ اللي بعده هدخل فيه واشتغل 2 عمود بلفة، سلسلة، 2 عمود بلفة، بعد كده 2 سلسلة في الفراغ اللي بعده حشو، بعدين 2 سلسلة وفي الفراغ اللي بعده 2 عمود بلفة، سلسلة، 2 عمود بلفة. هنكمل بنفس الطريقة لحد اخر السطر. وصلنا كده لنهاية السطر، دول اخر مجموعة اشتغلتها. اشتغلت بعدهم السلسلتين وهدخل في الفراغ واشتغل غرزة حشو، وبعد كده سلسلتين، وهقفل بمنزلقة في تالت سلسلة من سلاسل البداية بتاعة السطر. بعد كده هنتنقل للسطر اللي بعده، اشتغل منزلقة في العمود اللي بعده، وهنشتغل منزلقة في الفراغ في اول فراغ، بحيث ان انا اروح للفراغ وابدأ شغل منه. هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، هعتبرهم اول عمود بلفة عندي في الدور، وهبدأ اشتغل في نفس الفراغ كمان عمود بلفة. كده بقى عندي 2 عمود بلفة، اشتغل سلسلة وهشتغل كمان في نفس الفراغ 2 عمود بلفة، 1 2، بعد كده هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وهدخل في الحشو، غرزة الحشو اللي كانت في السطر اللي قبله، وهشتغل فوقها حشو. وبعد كده هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وهبدأ اروح للفراغ اللي بعده السلسلة اللي بين ال4 عواميد، وهشتغل جواها 2 عمود بلفة، سلسلة، و2 عمود بلفة، بعد كده هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وهدخل في الحشو واشتغل غرزة حشو، وبعد كده هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح للفراغ اللي بعده واشتغل 2 عمود بلفة، سلسلة، 2 عمود بلفة. هكمل بنفس الطريقة كده لحد اخر السطر. 3 سلسلة فوق الحشو، اشتغل حشو، بعد كده 3 سلسلة، وهدخل في الفراغ واشتغل 2 عمود بلفة، سلسلة، 2 عمود بلفة. وصلنا كده لاخر السطر. اشتغل 3 سلسلة، دي اخر مجموعة اشتغلناها. اشتغلت بعدها 3 سلسلة، وهدخل فوق اخر حشو واشتغل فوقها حشو،
وكمان 3 سلسلة، وهقفل السطر بمنزلقة في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي بدأت بيها السطر. وده شكله لحد دلوقتي. نبدأ نشتغل السطر اللي بعده. احنا اشتغلنا منزلقة في تالت سلسلة، هنشتغل منزلقة كمان في العمود اللي بعده، وكمان هشتغل منزلقة في الفراغ عشان اروح للفراغ. بعد كده هرتفع سلسلة، وفي نفس الفراغ هشتغل فيه غرزة حشو بالشكل ده كده. بعد كده هشتغل 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اشتغلت كده 9 سلسلة، وهبدأ اعدي الحشو والسلاسل دي واروح للفراغ اللي بعده اللي هو السلسلة اللي بين الاربع عواميد، وادخل فيها واشتغل غرزة حشو. تمام بالشكل ده كده. بعد كده هشتغل 9 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهفوت السلاسل والحشو دول وادخل في الفراغ اللي هو سلسلة بين الاربع عواميد، وهشتغل فيها غرزة حشو. تمام. هكمل بنفس الطريقة كده لحد اخر السطر. 9 سلسلة، 2 3 4 5 6 7 8 9، وهدخل في الفراغ اللي هو سلسلة بين الاربع عواميد واشتغل جواها غرزة حشو. وصلنا كده لحد اخر السطر، ودول اخر 9 سلاسل اشتغلتهم. ادخل في اول حشو اشتغلتها خالص واشتغل منزلقة عشان اقفل السطر بتاعي. وده بيكون الشكل بعد ما خلصنا السطر ده. هنبتدي نتنقل للسطر اللي بعده. عايزين برضو نروح للفراغ ال9 سلاسل عشان نبدأ نشتغل فيه، فهنشتغل منزلقة جوه الفراغ. وبعد كده هبدأ ارتفع ب3 سلسلة، 1 2 3، هعتبرهم اول عمود بلفة عندي في الدور. وهبدأ ادخل في الفراغ اللي هو ال9 سلاسل واشتغل فيه 11 عمود بلفة، مع العمود بلفة ده يبقى 12 عمود بلفة. تمام. 1 كده، 2 تمام، 3 4 12. يبقى انا كده اشتغلت ال3 سلاسل وجنبهم 11 عمود بلفة عشان يبقى المجموع عندي 12 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وهكمل بنفس الطريقة كده لحد اخر السطر. يعني بعدها هروح داخلة في فراغ ال9 سلاسل وبرضو هشتغل 12 عمود بلفة، وهكمل بنفس الطريقة لحد اخر السطر. فوق كل فراغ 9 سلاسل هدخل فيه واشتغل 12 عمود بلفة. وصلنا كده لنهاية السطر بتاعنا، ده بقى الشكل معانا. هندخل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بتاعت بداية السطر، وهنشتغل فيها منزلقة عشان نقفل السطر بتاعنا. بعد كده هشتغل منزلقة في كمان ال3 أعمدة اللي بعدها عشان عايزة اروح ابدأ شغل من رابع عمود. 1 2 3. تمام كده انا وصلت لرابع عمود. تمام، لان ال3 سلسلة دول كان اول عمود بلفة. بعد ما وصلت للرابع عمود اشتغلت منزلقة كده ووصلت لرابع عمود، هبدأ ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3. 3 سلسلة دول اول عمود بلفة عندي في السطر. بعد كده هشتغل كمان 2 سلسلة اللي هم هيكونوا الفراغ بمثابة الفراغ. بعد كده هبدأ اسيب من تحت عمود وادخل في العمود اللي بعده
واشتغل عمود بلفة. تمام. بعد كده هشتغل 2 سلسلة وهسيب العمود اللي بعده وادخل في العمود اللي بعده واشتغل عمود بلفة بالشكل ده كده. بعد كده هشتغل 2 سلسلة وهسيب العمود، هسيب عمود من تحت واخش في اللي بعده واشتغل عمود بلفة بالشكل ده. بعد كده هشتغل 2 سلسلة وهبدأ برضو هسيب العمود، هدخل في اخر عمود من ال 12 عمود ده اللي انا وصلت له ده، هدخل فيه هشتغل فيه عمود بلفة بس مش هكمله للاخر، مش هقفله، هقف عند اخر حلقتين. عايزة اشتغل في اخر عمود من المجموعة دي وفي اول عمودين من المجموعة اللي بعدها، ال3 دول عاوزة اعمل فيهم تناقص ال3 مع بعض. تمام. فاول واحد ده اللي هو اخر عمود بلفة في المجموعة اشتغلت فيه عمود بلفة بس ما كملتوش للاخر، وهدخل اعمل برضو عمود في اللي بعده بس مش هكمله للاخر، وهدخل كمان في العمود الثالث كأني هعمل عمود بلفة بس بطلع من اول حلقتين بس. هلاقي عندي كده 4 حلقات على الابرة، هاخد الخيط واطلع من ال4 حلقات كلهم مع بعض، ويبقى انا كده عملت 3 اعمدة في راس واحدة، او اللي هو تناقص بين اخر عمود من المجموعة دي واول عمودين من المجموعة اللي بعدها ال3 مع بعض. بعد كده هشتغل 2 سلسلة وهبدأ اسيب عمود وادخل في العمود اللي بعده واشتغل عمود بلفة. بعد كده 2 سلسلة وهسيب عمود وادخل في اللي بعده واشتغل عمود بلفة. بعد كده 2 سلسلة وهدخل في العمود اللي بعده واشتغل عمود بلفة. كمان 2 سلسلة وهسيب عمود وادخل في اللي بعده واشتغل عمود بلفة. 2 سلسلة وهبدأ اعمل تناقص بين اخر عمود في المجموعة دي واول عمودين في المجموعة اللي بعدها، هدخل في العمود كده كأني هعمل عمود بلفة عادي، وهسحب الخيط بس من اول حلقتين واسيب الحلقتين التانيين، وهبدأ ادخل في العمود اللي بعده برضو واطلع من اول حلقتين، وهدخل في العمود الثالث وبرضو هطلع من اول حلقتين بس. هلاقي عندي على الابرة 4 حلقات، هاخد الخيط واطلع من ال4 حلقات مع بعض. هكمل بنفس الطريقة لحد اخر السطر كده لنهاية السطر. اخر سلسلتين اشتغلتهم وهبتدي اشتغل تناقص في ال3 اعمدة اللي هو اخر عمود من المجموعة، هعمل العمود ومش هكمله، وهدخل فيه المفروض بقى دول ال3 سلاسل اللي كانوا في الاول، هدخل فيهم كده واعمل تناقص، وكمان هدخل في العمود اللي بعده وهقفل ال3 اعمدة مع بعض يكون ده الشكل. وبعد كده هشتغل 2 سلسلة وهقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي كانت هنا، وبكده اكون خلصت السطر. وده الشكل لحد دلوقتي. هنبتدي نتنقل للسطر اللي بعده، هدخل في الفراغ اللي بعد اخر منزلقة على طول واشتغل جواه منزلقة، وهدخل كمان في العمود اللي بعده واشتغل منزلقة، وهدخل في الفراغ اللي بعده واشتغل منزلقة، عشان بس ابدأ شغل السطر من الفراغ ده اللي هو في النص، يعتبر في النص بين الفراغات بين في وسط المجموعة اللي انا عاملاها. تمام. هبدأ هنا ارتفع 3 سلسلة 1 2 3، وبعد كده هشتغل كمان في نفس الفراغ 2 عمود بلفة، 1 2
يبقى انا كده اشتغلت 3 عمود بلفة في الفراغ. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وكمان 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3، عشان يكون معايا الشكل كده 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، و3 عمود بلفة في الفراغ اللي في المنتصف بتاع المجموعة اللي انا اشتغلتها في السطر اللي قبله. بعد كده اشتغل 2 سلسلة، وهفوت الفراغ ده وادخل في الفراغ اللي هو قبل ال3 أعمدة اللي معمولين تناقص، واشتغل فيه غرزة حشو. تمام. وبعد كده هشتغل 3 سلسلة، والفراغ اللي بعد ال3 أعمدة التناقص هشتغل فيه حشو. وبعد كده هشتغل 2 سلسلة، وهبدأ اروح للفراغ اللي هو في النص ده. تمام، يعني هسيب الفراغ اللي بعده وادخل في الفراغ اللي بعده، واشتغل فيه المجموعة بتاعتي تاني 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 1 2 3، وبعدين 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، 2 3. كده الشكل معايا كده. بعد ما بشتغل ال3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة، بشتغل 2 سلسلة، وبنزل في الفراغ اللي قبل ال3 أعمدة التناقص وبشتغل فيه حشو. بعد الحشو بشتغل 3 سلسلة، وبروح للفراغ اللي بعد ال3 أعمدة التناقص بشتغل فيه حشو. وبعد كده 2 سلسلة، وببدأ اكرر اروح برضو اسيب الفراغ اللي بعده وادخل في الفراغ اللي بعده، واشتغل المجموعة بتاعتي 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة، وهكرر نفس الموضوع كده لحد اخر السطر. وصلنا كده لنهاية السطر. دي اخر غرزة تناقص. اشتغلت في الفراغ اللي بعدها حشو، وبعد كده اشتغل ال2 سلسلة، وهشتغل منزلقة في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي كانت في بداية السطر. هنبتدي ده كده الشكل معايا لحد دلوقتي. تمام. هنبدأ بعد كده نتنقل للسطر اللي بعده. هنشتغل 3 سلسلة، 1 2 3. ال3 سلسلة دول اول عمود بلفة عندي في الدور. هبدأ اشتغل كمان سلسلة، تمام، اللي هي هتكون الفراغ بين كل عمود بلفة واللي بعده. هدخل في العمود بلفة اللي بعده. المفروض ان دول اللي في السطر اللي قبله اللي انا كنت بشتغل 3 عمود و3 سلسلة و3 عمود. هدخل في العمود اللي بعده واشتغل عمود بلفة، وبعد كده سلسلة، والعمود بلفة اللي بعده هدخل فوقه برضو واعمل عمود بلفة، وبعد كده سلسلة. بعد كده هلاقي فراغ ال3 سلاسل اللي بين المجموعتين، هشتغل برضو عمود بلفة، سلسلة، وبعدين كمان عمود بلفة، سلسلة، وكمان عمود بلفة في نفس الفراغ. يبقى الفراغ ال3 سلاسل اللي في النص اشتغلت فيه 3 عمود بلفة وبين كل واحد منهم سلسلة. هكمل كمان سلسلة، وهدخل في 3 أعمدة برضو. العمود بلفة الأول هشتغل فوقه عمود بلفة، بعديه سلسلة، والعمود اللي بعده عمود بلفة، وبعديه سلسلة، والعمود بلفة اللي بعده عمود بلفة. تمام. بعد كده هشتغل سلسلة، وهلاقي عندي الحشو وال3 سلاسل والحشو اللي انا كنت عاملاهم في السطر اللي قبل. هدخل في الفراغ اللي هو ال3 سلاسل واشتغل جواه حشو، وبعديه سلسلة، وبعد كده هبدأ اكرر نفس. هروح بقى للمجموعة اللي هي 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة، واشتغل زي ما اشتغلت
المجموعة الأولى اللي هو فوق كل عمود بلفة عمود بلفة، وبين كل عمود وعمود سلسلة. هدخل في أول عمود بلفة كده، اشتغل عمود بلفة، بعديه سلسلة، العمود بلفة اللي بعده عمود بلفة وبعديه سلسلة، العمود بلفة اللي بعده عمود بلفة وبعديه سلسلة. بالشكل ده هلاقي الثلاث سلاسل. هدخل واشتغل عمود بلفة بعديه سلسلة، وكمان في نفس الفراغ عمود بلفة وبعديه سلسلة، وكمان في نفس الفراغ تالت عمود بلفة، عشان يكون معايا الشكل كده. وبعدين بعد العمود بلفة ده هشتغل كمان سلسلة، وهلاقي 3 عمود بلفة اللي بعدهم هشتغل فوقيهم برضو، كل واحد فوقه عمود بلفة وبفصل بينهم بسلسلة، سلسلة واخر عمود بلفة كده، عشان يكون معايا الشكل بالشكل ده. بعد كده هشتغل سلسلة وهروح لفراغ الثلاث سلاسل اللي بين الاتنين الحشو، واشتغل جواه حشو وبعديه سلسلة، واكرر نفس الموضوع لحد اخر السطر. وصلنا كده لنهاية السطر بتاعنا، ودي اخر حشو اشتغلناها في فراغ الثلاث سلاسل اللي بين الاتنين حشو، وهنشتغل بعدها سلسلة، وهنقفل في تالت سلسلة من سلاسل البداية بمنزلقة. بعد كده نبتدي نشتغل في السطر اللي بعده، هنشتغل منزلقة في فراغ السلسلة اللي جنبها على طول، او في الفراغ اول فراغ يقابلني اشتغل جوه منزلقة عشان ادخل اشتغل من جوه الفراغ. هبتدي ارتفع سلسلة وهدخل في نفس الفراغ واشتغل غرزة حشو، وبعد كده هشتغل سلسلة، وكمان في نفس الفراغ هشتغل غرزة حشو. الفراغ اللي بعده هشتغل جواه حشو، سلسلة، حشو في نفس الفراغ، الفراغ اللي بعده حشو، سلسلة، حشو في نفس الفراغ بالشكل ده كده، الفراغ اللي بعده حشو، سلسلة، حشو في نفس الفراغ. اشتغل في كل الفراغات اللي هي بين الأعمدة بنفس الطريقة كده، حشو، سلسلة، حشو في نفس الفراغ، حشو، سلسلة، حشو. بعد كده هاجي للجزء اللي بعده اللي هو كان سلسلة، حشو، سلسلة، هشتغل في فراغ السلسلة الأولاني ده حشو، وهفوت الحشو دي مش هشتغل فوقها حاجة، وهدخل في فراغ السلسلة اللي بعد الحشو واشتغل فوقه حشو بالشكل ده كده. هكمل بعد كده هلاقي الأعمدة، هدخل في فراغ السلسلة اللي بين كل عمود وعمود واشتغل فيه حشو، سلسلة، حشو، الفراغ اللي بعده حشو، سلسلة، حشو، الفراغ اللي بعده حشو، سلسلة، حشو. وصلت هنا اللي هو كان في السطر اللي قبله سلسلة، حشو، سلسلة، هشتغل في فراغ السلسلة الأول حشو، والفراغ اللي بعد الحشو هشتغل فيه حشو، وهكمل لحد آخر السطر بنفس الطريقة. وصلت كده لنهاية السطر، ودي آخر حشو اشتغلتها. فراغ السلسلة اللي قبل الحشو هشتغل حشو في الفراغ اللي بعد الحشو، وبعد كده هدخل في أول حشو خالص في السطر واشتغل فيها منزلقة. وأنا بكده يكون المفرش بتاعي خلص، وهشتغل سلسلة وأقص الخيط بتاعي، ننضف الخيط ده
ده بيكون كده شكل المفرش بتاعي النهائي. ما اخدش خيط كتير خالص، يعني اخد شوية صغيرين. المقاس بتاعه طلع حوالي 22 سنتي معانا. ده قطره او مقاسه بالاليس ديفا. طبعا الاليس ديفا الخيط رفيع جدا. لو انتوا حابين ان انتوا تعملوا بمقاس اكبر فممكن تعملوا بالاليس ديفا على فتلتين، او ممكن تعملوها بالاليس ديفا بلس. يعني الاليس ديفا بلس بيبقى سمكه اكبر من الديفا. لو عملتوها بالديفا بلس طبعا سمك الخيط مختلف، فهيطلع معاكم الحجم اكبر. لو انتوا حابين تعملوه اكبر كمان، لو عملتوه برضو بالكوتون جولد واستخدمتوا مثلا مع الديفا بلس والكوتون جولد ابرة 4، هيدي معاكم حجم كبير في الشغل. اتمنى ان شاء الله ان الشرح يكون واضح. لو في اي حد فيكم ليه اي سؤال او اي استفسار تقدروا تسيبوا لي سؤالكم في كومنت تحت الفيديو، واستنوا ان شاء الله افكارنا الجديده ومشاريعنا الجديده، واستنونا وتابعونا.